اذا انت جون الجيريان وراك حاب تتعلم وتنجح ما على بالكش من تبدا، تبع معايا الفيديو. انا كي كان في عمري 16 سنه كنت فريمون باسيوني بلا فوتوغرافي ولا فيديوغرافي، بصح ما كانش عندي كاميرا. انا ديسيديت خدمت باش شريت اول كاميرا لي انا بيرسونيل. لونطوراج تاعي كان دائما كونتر هذا الشيء، قال لي كيفاش تشري كاميرا، واش حدير بها، ما حدير بها دراهم، حتخسر دراهمك. وكانوا يقولوا لي بلي هالكاميرا حتشريها بالعاني باش دير بها لي فوتو في فيسبوك. فهذاك الوقت بصح انا كان عندي فريمون الشغف باش نتعلم لا فوتوغرافي ولا فيديوغرافي. انا ما كنتش نعرف، ما كنتش لو ميور فوش كنت ندير، ما كانش عندي كرياتيفيتي، ما كنتش نعرف نصور، ما كنتش نعرف نفيلمي. مي تعلمت مع الوقت، تعلمت كنت نشوف لي انسبيراسيون نكوبيهم نكوليهم ونتعلم ونقرا ونحاول نفهم وندير حتى لحقت البوان اللي عمرت لايبراري في راسي تاع عفايس كرياتيف، تاع افكار، تاع ثقافات، تاع بزاف صوالح اللي بناو لي لا كرياتيفيتي هذه. اذا لونطوراج تاعك ما راهش حاب يخليك تنجح كيما راك حاب انت، ولا ماهوش حاب يخليك تافونسي، لازم تبدل لونطوراج تاعك على حسابك انت وعلى حساب لي زوبجيكتيف تاعك، على حساب وراك حاب تكون. لازم تكون داير بالناس اللي ثاني هما راهم حابين ينجحوا كيما انت. وين بدلت حياتي فريمون هاد الكاميرا وهذا الشغف كي طلعت للجامعه وبديت نخدم. كنت نخدم في واحد من اكبر شركات في الجزائر، وهذيك الشركه فتحت لي بيبان كبار باش نبدا حياتي في الفريلانس، وبديت نخدم مع دي كليون كبار مع شركات كبار، وحتى وليت نسافر ونخدم او ميم طون. النصيحه اللي نحب نقولها لكم من هذا الفيديو سيكو لازم تتعلم حرفه اللي تقدر تعاونك في حياتك. ما تقدرش تعرف واش من الباب حتى تفتح لك في الدنيا. قرايتك راح تكون تيوريك موست اوف ذا تايم، ما راحش تعطي لك ذا ريل وورلد اكسبيرينس. حتى الاطباء لازم يديروا ستاج تاعهم في السبيطارات باش يولوا دي براتيكو، بصح ماشي معناتها راح تستغنى عليها. يو هاف تو ستدي يور اوبشنز، لازم تقرا، لازم تتعلم سكيلز، لازم تتعلم بزاف صوالح اللي يخلوك فليكسيبل في حياتك. واذا ماكش تقرا راك خدام وراك حاب تبدا فريمون عفسه اللي راك باسيوني بها وكلش، just do it. Work on your personal branding, work on your skills, work on all of that stuff. حط روحك out there باش تقدر تافونسي، باش تعرف روحك وين راك وين راك حاب تروح. هذا ما كان. Have a good day.